تعالوا اقول لكم ليه اطعام حيوانات الشارع مهم وليه لازم تطعموا حيوانات الشارع، وده واجب عليكم مش تفضل منكم، لان الحيوانات في مصر بتعاني يا جماعه، سواء من البشر او من الاطفال تحديدا يعني، او من الطب البيطري. طبعا مساوئ الطب البيطري لا تعد ولا تحصى، والاكل هو ابسط شيء هو والميه. طبعا بعيد عن فكره بواقي الاكل، لان الحيوان بيحس زيك، تخيل لما حد يحط لك بواقي. وبعيد عن الدراي فود، وبعيد عن اللبن والتونه واللحوم المصنعه للقطط. فلازم يتجاب لهم اكل مخصوص، ودي افكار اكل تقدروا تقدموها لحيواناتكم في الشارع او لحيواناتكم في البيت. اول حاجه العيش يا جماعه، العيش جندي مجهول مع اي حاجه. ممكن كبده تزودها ميه كتير وتاخد ميتها، حط الكبده مع رز مع مكرونه مع بطاطس مع عدس اصفر عدس اسمر، وتاخد الميه تفت فيها عيش. ورجول فراخ نفس القصه، ممكن تجيب بيض كسر من عند بتاع البيض وتعمله مسلوق او مقلي وتحطه مع عيش برضه. وممكن بواقي سمك وروز سمك حلوه جدا وبيحبوها. ودي كانت الافكار اللي عندي. لو عندكم افكار تانية قولوا لي عليها، ولو عجبكم المحتوى ده دوسوا لايك عشان يظهر لغيركم، ولو عايزين تساعدوا حيوانات الشارع شيروا الفيديو ده، وقولوا لي افكار تانية. مع السلامه.